السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جالي عليه اتصالات كتير وكومنتات كتير. ايه هو الموضوع؟ الموضوع هو ايه افضل تكييف في مصر اقدر اشتريه. طبعا كلنا لاحظنا في الفترة الاخيرة ارتفاع درجات الحرارة في مصر في خلال فصل الصيف، وبيعتبر جهاز التكييف من الضروريات دلوقتي اللي ما نقدرش نستغنى عنها، يعني ما عادش رفاهية زي الاول. انواع اجهزة التكييف في مصر كتير جدا، بس ايه فيها الكويس وايه فيها اللي نشتريه وايه اللي ما نشتريهوش. طبعا اجهزة التكييف بتتطور سنة عن السنة اللي قبلها، وطبعا التكنولوجيا اللي بتتطور دي بتبقى علشان تلبية احتياجات العملاء والمستهلكين. افضل انواع التكييفات المتوفرة في مصر حاليا بتتميز بتقنيتها العالية المتطورة وكفاءتها العالية. من ضمن الاجهزة دي تكييفات الانفرتر اللي بتتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، وان احنا بنقدر نتحكم فيها بسهولة، وطبعا بتوفر لنا في فواتير الكهرباء كتير، وصوتها هادي جدا. ده غير ان الفريون بتاعها فريون صديق للبيئة. ده غير طبعا التصميمات اللي موجودة في السوق كتير جدا، والتصميمات كلها شيك، بالاضافة للأنظمة الذكية اللي موجودة في الأجهزة، وبتخلي فيه سهولة ان انا اتعامل معاها عن طريق طبعا التطبيقات الذكية. اول جهاز هنتكلم عليه النهاردة هو الجهاز الكارير. الكارير بيعتبر من الانواع المشهورة جدا في السوق المصري وفي السوق العالمي. عملاء كتير بيفضلوا الجهاز الكارير علشان جودته العالية وخامات تصنيعه الممتازة، ده غير قوة تبريده وقدرته على انه يحقق اللي مطلوب منه في اقصى درجات الحرارة. طبعا ده بسبب ان الكمبرسور بتاعه كمبرسور تروبيكال، بيشتغل في المناطق الاستوائية وبيتحمل الظروف القاسية ودرجات الحرارة العالية ونسب الرطوبة المرتفعة. الكارير زي ما كنا اتكلمنا عنه قبل كده ان خامات تصنيعه بالنسبة للمواسير دي بتبقى من النحاس بالكامل. طبعا ده بيزود من كفاءة التبريد في الجهاز وبيمنع تسريب غاز التبريد. بعض الطرازات من تكييف الكارير بتتضمن تقنيات متقدمة، وليكن مثلا زي تقنية البلازما لتنقية الهواء، طبعا بالإضافة للتشغيل التلقائي للجهاز والتبريد السريع، تدفق الهواء بشكل متساوي في الحيز المراد تبريده أو في الغرفة المراد تبريدها. ده غير إن معظم طرازات تكييفات الكارير مزودة بخاصية السيلف كليننج أو التنظيف الذاتي، بالإضافة كمان لأن الشاشة الديجيتال بتاعته مش شاشة درجات حرارة بس، دي شاشة تشخيص أعطال. في ميزة كمان في الجهاز الكارير اللي هي ميزة منع تكوين التلج، ده غير خاصية التتبع لقياس وضبط درجة الحرارة حسب الجو المحيط بالريموت. يعني بمعنى أصح الريموت كمان بيبقى فيه سنسور، الجهاز بيتتبع مكان السنسور ده أيا كان المكان اللي محطوط في الريموت، وبيحاول إن هو يوجه التبريد ناحية السنسور ده بحيث إن هو يظبط درجة حرارة المكان. تاني جهاز معانا هنتكلم عليه النهاردة هو الجهاز الشارب. الجهاز الشارب جهاز ممتاز جدا، واحنا اتكلمنا عليه في فيديو سابق قبل كده. من ضمن المميزات اللي بتبقى في الجهاز الشارب تقنية البلازما كلاستر، دي طبعا التقنية اللي بتقضي على البكتيريا والفيروسات. التقنية دي بتستخدم ايونات موجبة وسالبة في شغلها، وطبعا ده بدي ميزة للجهاز الشارب عن غيره من الأجهزة ان هو بيستخدم خاصية البلازما كلاستر. الكارير بيستخدم خاصية البلازما جرين، الشارب بيستخدم خاصية البلازما كلاستر. طبعا بالإضافة لتقنية الانفرتر اللي موجودة في الأجهزة، وطبعا احنا كنا اتكلمنا عن موضوع الانفرتر ده ووظيفته قبل كده في فيديو سابق. طبعا خاصية الانفرتر زي ما احنا كلنا عارفين بتقلل في تكاليف وتوفير الكهرباء، بتقلل في تكاليف الكهرباء وتوفير الكهرباء عن طريق طبعا استخدام وضعيات تشغيل معينة، بخلاف الأجهزة العادية أو بخلاف الكمبرسورات العادية. في بعض الطرازات من شركة شارب منزلاها لأجهزة التكييف مزودة بأنظمة تشغيل متنوعة، زي إيه؟ زي التبريد السريع أو الوضع الاقتصادي والتبريد المعتدل
طبعا بيبقى في أجهزة نازلة توجيه الهواء بتاعها في 4 اتجاهات، بالإضافة طبعا لبعض التقنيات المتقدمة الأخرى يعني. تالت جهاز معانا النهاردة هيبقى الجهاز ال LG. طبعا شركة LG من الشركات الرائدة طبعا في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونية. ال LG لما نزلت أجهزة تكييف في بداية الأمر كانت بتنافس بقوة جدا في السوق لجودة الأجهزة دي والخامات تصنيعها الممتازة، وبتبقى خيار مفضل جدا للعملاء. طبعا الجهاز ال LG احنا اتكلمنا عليه قبل كده طبعا وعلى الإمكانيات بتاعته. تكييف ال LG فيه ميزة ما هياش موجودة في بقية الأجهزة. ايه هي الميزة دي؟ الميزة دي هي تقنية النانو بالإشعاع فوق البنفسجية لتعقيم الهواء من الكائنات الحية الدقيقة اللي بتبقى موجودة. طبعا الحاجات دي بتبقى غير مرئية بالعين المجردة. ومن أهم المميزات الموجودة في جهاز تكييف LG خاصية الانفرتر. خاصية الانفرتر في ال LG بتبقى مختلفة شوية عن الأجهزة التانية. الانفرتر برضه ال LG بيشتغل بنظام الدول انفرتر. الدول انفرتر ده متعدد السرعات. طبعا ده بيوفر اكتر في الكهرباء وكفاءته اعلى ونطاق اوسع للتبريد. ده غير ان اجهزة LG بتمتاز بتطبيق سينك. ده بيبقى خاص بالهواتف الذكية او خاص بالموبايلات اللي بيسمح للمستخدم التحكم في جميع الوظائف بتاعة الجهاز عن بعد، بالإضافة طبعا لمزايا تانية زي مرشحات التسريب اللي في الجهاز وخاصية تدفق الهواء ال 4D أو في 4 اتجاهات. ده غير إن شركة LG بتضمن الجهاز لحد 10 سنين على الكمبرسور. طبعا هما مش هيضمنوا الكمبرسور 10 سنين إلا لما يكونوا عارفين إن الكمبرسور اللي في الجهاز حاجة ممتازة جدا وحاجة محترمة جدا. رابع جهاز معانا النهاردة هو الجهاز الفري اير او التكييف الفري اير. الفري اير بقاله كذا سنة في السوق المصري بينافس بقوة جدا مع اجهزة التكييف اللي موجودة. الجهاز نحاس بالكامل. الجهاز مميزاته كتير. الكمبرسور بتاعه ممتاز جدا. جالي اسئلة عليه كتير. الاسئلة هي عن الكمبرسور، هل الكمبرسور بتاعه T1 ولا T3؟ لا، الكمبرسور بتاع الفري اير T1، بس الفيصل في التي 1 والتي 3 او الفيصل بين التي 1 والتي 3 شغله في درجات الحرارة العالية. الفترة اللي فاتت الجهاز ده ادى معانا اداء عالي جدا في درجات الحرارة العالية، وفي موجة الحر اللي فاتت دي بالاخص ما جاش شكوى من العملاء بخصوص ان الجهاز بيجي مثلا بالنهار مع درجة الحرارة العالية، او لما الجو بيبقى حر جدا الجهاز بيفصل او الكمبرسور بتاعه بيفصل او كلام من ده، ما حصلش. ده غير ان الوحدة الداخلية بالنسبة للجهاز الفري اير تعتبر اكبر وحدة جهاز 1.5 حصان في مصر. اكبر وحدة جهاز 1.5 حصان في مصر. زائد ان خدمة العملاء بتاعة الجهاز ممتازة جدا. الجهاز تصنيع مصري. الجهاز المصنع بتاعه موجود عندنا في العاشر. الجهاز بيقدم جودة عالية. طبعا في الديجيتال بتاعه شاشة اعطال. بيستخدم فريون 410. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان الجهاز نحاس بالكامل، ما جاش منه اي شكوى. احنا شغالين فيه بقالنا تقريبا 7 أو 8 سنين، ما جاش منه اي شكوى خالص. وسعره في المتناول بخلاف بقية الاجهزة اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا احنا المبلغ اللي احنا بندفعه في الاجهزة المعروفة او المتداولة، احنا بندفع فلوس ماركة مع الجهاز، مش بندفع فلوس الجهاز بس. تمام. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. واخر حاجة احب اقولها لحضراتكم ان اختيار جهاز التكييف بيبقى بناء عن تجارب وتقييمات العملاء اللي بيركب عندهم الاجهزة. يعني الكلام اللي انا قلته ده او ال3 اجهزة او ال4 اجهزة اللي انا اخترتهم دول جايبين اعلى تقييمات لحد دلوقتي منذ بداية الصيف. بشكركم جدا وانتظروني في فيديو قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.